الايجنتك اي اي. المصطلح ده كان مشهور جدا الفتره اللي فاتت، وطول الوقت الناس عماله تتكلم عن الايجنتك اي اي، او في مجتمع الاي اي يعني بشكل عام هم بيتكلموا اكتر عن الايجنتك اي اي. انا النهارده بحاول او عايز ابسط مفهوم الايجنتك اي اي، يعني ايه اصلا المصطلح ده. ودايما انا بحب ان احنا نتكلم بكل بساطه، اي حد يفهم الكلام ده عادي، اي حد من حقه الكلام ده يتعلمه، اي حد يقدر يشوف الكلام ده ويدرسه ويبدا فيه. الوقت ما فاتش ومفيش اي حاجه من الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها انه معقد او مش بتاعنا او مش بهتم بيه او الحاجات دي كلها. المهم الايجنتك اي اي علشان نقدر ان احنا نفهمه لازم نجيب حاجه كده ايه قصاده، زي الشات بوتس. شات جي بي تي والناس دي تصنف تبع الشات بوتس. طبعا شات جي بي تي قدرت ان هي تعمل بعض التطبيقات او بعض الحاجات، يعني ان هي تدخل الايجنتك عندها، بس احنا خلينا نقول ان شات جي بي تي العادي اللي انت تعرفه او بتستخدمه في يومك بشكل عام هو اسمه شات بوت عادي خالص، اي اي شات بوت عادي خالص. الايجنتك ايه بقى فكرته؟ عارف لو انت جبت شخص، الشخص ده عنده نولج معينه، والنولج دي طبعا بناء على شات جي بي تي نفسه. يعني شات جي بي تي زي ما قلنا قبل كده انه متعلم علم العالم كله تقريبا اللي موجود على النت كله، جاب كل العلم ده ودرسه هو مع نفسه، وقدر ان هو يعني يلاقي علاقات ما بين البيانات دي لحد ما وصل ان هو يرد عليك اي موضوع تقريبا لو كلمته فيه. طبعا اوقات بيهلوس، الهلوسه دي يعني الفتي بالمعنى المصري يعني، ولكن جبت انت بقى الشخص زي كده وقدرت تبعته مشاوير يروح ويعملها، مش زي انه يرد عليك بس. يعني تخيل معايا لو انت كنت في شات بوت بتقول له اعمل لي 1 2 3، هو هيرد عليك تعمل 1 2 3 بطريقه كذا كذا كذا، وتعمل 1 2 3 كذا كذا بس. انما تخيل بقى معايا لو انت جبت شخص ومشورته بقى، قلت له روح اعمل لي المشوار ده او اعمل لي كذا، وهو هيروح هيعمل كل الكلام ده. فتخيل بقى لو انت النهارده قاعد وبتقول له شوف لي كل الايميلات اللي عندي على الجيميل ومثلا فلترها بشكل معين، او جيب لي اهم الايميلات اقراها النهارده والباقي كله امسحه، او ادخل على الجيميل امسح لي كل الايميلات. ده مثلا ده لو بنتكلم بس في حته الايميلات. تخيل معايا بقى لو دخلتها في حاجات تانية كتير، زي مثلا اللي ظهر دلوقتي على شات جي بي تي اسمه الابس. لو دخلت على الابس جوه هتلاقي مثلا سبوتيفاي، تقول له مثلا والله يا سبوتيفاي اعمل لي بلاي ليست حلوه تكون فيها موسيقى شعبي مثلا، هيدخل ويعمل لك البلاي ليست دي، وهتدخل على سبوتيفاي هتلاقي البلاي ليست موجود. وطبعا خد بالك انت ممكن تقول له بقى بناء على اللي انت تعرفه عني، فكده هيستخدم الذاكره والميموري اللي اتكلمنا عنها قبل كده برضو، اعمل لي بلاي ليست بناء على اللي انت تعرفه عني مظبوطه على مقاسي، او مثلا من اللي انا بفضله او من اللي انا بحبه. هو بقى يجيب لك الحاجات دي وهكذا وهكذا وحاجات كتير جدا. عشان كده المصطلح ده قلب الدنيا، بس لسه ناقصه بعض المشاكل وبعض الحاجات اللي موجوده، زي مثلا ان هو يروح يقوم بمهمه طويله مثلا ومعقده، بيغلط في حاجات كتير كده. زي غير انه بداوا مثلا يفكروا ان هم يعملوا اكتر من واحد في نفس الوقت مع بعض يشتغلوا، في حد ينظم العمليه دي، بس لسه التطبيقات جاريه والشغل لسه ما كملش او ما خلص، ما طلعش بالصوره المظبوطه، لانه بيغلط كتير جدا، والتاسكات المعقده ممكن يبوظ الدنيا فيها. وكمان بياخد اكسس على مثلا التيرمينال بتاع الجهاز، او يعني خلينا نقول كده على الجهاز، ياخد اكسس على الجهاز فيقدر مثلا يمسح ملفات، يقدر يعمل حاجات معينه وهكذا من القصص دي. فلو حصل هلوسه ولا حاجه ممكن يبوظ الدنيا. فاوقات انت بقى لازم تكون دقيق جدا في البرومت اللي انت بتديه علشان تقدر توصل لاحسن استفاده من الايجنتك اي اي. اتمنى تكون استفدت وانضم معانا ان شاء الله في الجروب. المجتمع ده احنا بنحاول ان احنا نعمل مجتمع عن الناس اللي بتتعلم عن الاي اي او مهتمه حتى بالاي اي، اتنشر عليه كل الجديد عن الاي اي بشكل عام، او المصطلحات نتكلم عنها ببساطه بسهوله. حاول ان انت ما تفوتش الفرصه وانضم، وان شاء الله هتشوف حاجات كويسه. شكرا.